شلونك استاذ؟ حبيبي شو اخبارك؟ يا ابوي شلونك؟ علي الخالد يا اهلا وسهلا. شلونك شو اخبارك؟ الله يخليك. شلون اخبارك؟ داخل جو؟ اي المن رايح؟ علي رجع. اقول لك انا صار لي 3 ايام جاي يجي لهم هنا وما جاي يفوتوني. انت علي الخالد وما جاي فوق. اي مو انا عندي مشكله وياهم. اوكي فبلك تبلغه. ابلغ من يعني؟ هو استاذ عبد ابلغ من؟ عبد جعفر. استاذ علي انا احترمك جدا يعني. اشكرك. انت صديقي حبيبي استاذ. يعني بعيدا عن اي اذا يعني امكن يعني متعب جدا. لا والله العظيم. بس يعطيهم خبر هاي والله غير. ما جاي عليك حبيبي، صديقي جا وقع انتظره. مشاهدينا الكرام شوفوا احنا هسه قاعد نحكي وياكم والمخرج وياي على التليفون وجاي ينطيني التعليمات وجاي يوافيني بالاخبار. حلقه كبيره. سماكم المخرج؟ هاي خاطركم يا مخرجنا. لا 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 ما راح اسمعهم، خليكم قريبين. رمضان كريم والله أكرم دايما على الجميع. يسعد مساكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج حلق مع النجوم. أحلى مساء مشاهدينا الكرام على مشاهدي ام سي بي موسيقى. مثل ما عودتكم شاشتكم شاشة ام سي بي موسيقى بتقديم كل ما هو أفضل ومميز. احنا اليوم أكيد وياكم بالبرنامج ويانا ضيف مميز أكيد رح نعرفه من خلال عمر. أكيد فناننا لليوم خلينا نقول فنان شامل، بس بيفوت بعمل بيحاول يكون فيه مش بجزء واحد إذا كان بكل أجزائه. فناني لليوم هو سعيد النجم علي المطوع. مساء الخير. مساء الخير ورمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين. نورنا بالاستوديو. مرحبا ومية هلا. أكيد احنا نحب ندردش أنا وياك عموري ويا الفنان. أول شيء بدنا نحكي عنه كنا عم نحكي قبل شوي أنا وداليا عنه، هو شخصيتك بمسلسل بيت الطين وخصوصا بأجزائه الأربعة بشخصية سعيد. قد ايه هيدي الشخصية عملت لك نقلة فنية بهالمستوى القوي اليوم بتواجدك بالساحة الفنية؟ أولا الفضل لله سبحانه وتعالى وفضل للمتألق الأخ والصديق عمران التميمي اللي منحني هاي الفرصة. شخصية سعيد شخصية يعني متقلبة منحرفة أيضا، ذات سلوكيات غريبة. نعم. يعني من الشخصيات الحقيقة اللي أتعبتني وأتعبت الأخ عمران التميمي، سببت لي بعض الإحراجات في الشارع، لكن الحمد لله على ما يبدو أن لها أصداء في الشارع، يعني وصلت للناس لكن وصلت بشكل آخر. الشخصية السلبية في المسلسل، الشخصية اللي حقيقة أذتني وأذت عائلتي في نفس الوقت. داليا شو كنتي بدك تسألي؟ شلون دخلت في مجال الوسط الفني؟ أنا هاي حكاية طويلة. سنة 1978 نعم. دخلت الوسط الفني من خلال مراكز الشباب. بعد ذلك منحني أيضا أحد بس عفوا بدي أرجع ولا قطعا عن حديثك. كنت عم بتقول عن الأصداء، سوري لك زميلتي داليا، كنت عم تحكي أنت عن الأصداء في الشارع العراقي. كيف أنت عم تلاقي الأجواء أو الأصداء؟ كيف أنت بتحس إنه اليوم في أصداء لك إيجابية أو سلبية؟ كيف بتحس إنه هيدي العالم حبتك ولا لا؟ بالنتيجة الناس يمكن بس بتشوف أي واحد بتقول له أنت وكذا وعملت كذا، بس سعيد ممكن في 1000 واحد سعيد. شو الأصداء اليوم؟ كيف أنت بتحس إنه أنت حققت شيء بالنسبة لسعيد مع العالم؟ سؤالك غريب يعني. إيه؟ يعني هو سعيد أساسا نعمة ونقمة. هذا جاء نفس الوقت. النعمة لأن عرفني بجمهوري، عرفني بناسي. اكو جمهور متفهم لهذه الشخصية، يعني ممكن
على سبيل المثال محمود المليجي وعادل أدهم أيضا مثلوا الشخصيات السلبية. نعم. لكن لهم جمهور، لكن اكو جمهور يعني يتعاطف مع الشخصيات البسيطة في المسلسل، مثل شخصية شلش اللي الناس حبته شلش يعني، لأن وبعض الشخصيات اللي أذيتهم أنا بالمسلسل كشخصية. هي نعمة يعني، النعمة لأن الوسط الفني العراقي كان ما يعرفني حقيقة، يعني المخرجين أيضا ما يعرفوني. من خلال هذه تعرفوا المخرجين على طاقاتي وعلى إمكانياتي. نعم. نقمة يعني أنا أولادي يعانون من مسألة مهمة جدا، يعني مثلا بناتي ما يقبلن أروح لهن الكلية. أولادي أيضا بالمدرسة يعانون، يعني يسمونهم أو بالمنطقة يعني الأطفال يسمون أولادي ولد سعيد الحرامي أو ولد سعيد النذل. بتحب لقب الحرامي اليوم؟ يعني حدا أنت يمكن ماشي بيقول لك هي الحرامي، هيدا هو الحرامي يعني بالشارع ايه العراق مليء بالحرامية. لا مش عم بحكي عن العراق، عم بحكيك أنت ك لا 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 أنا شفاف جدا، عاشق وشاعر وكاتب قصة، وهذه نقمة عمران التميمي. حلو الحوار حلو اكيد متواصل وياك. من اللي شجعك في دخول يعني مجال التمثيل، بما انه مجال التمثيل هو يعني واسع؟ من اللي شجعك في دخوله؟ اللي شجعني محمود ابو العباس، تحياتي الى بخير، تحياتنا الى من خلال شاشتنا، والموفقيه والقاص المبدع وارد بدر السالم. نعم. والناقد العراقي الكبير حمزه مصطفى. تحياتنا لهم اكيد كليتهم. بما انه احنا اكيد جاينا شهر رمضان، اكيد مبارك على الجميع، مبارك عليك فنانة. شنو اللي محضره للشهر رمضان كاعمال؟ والله اعمال اكو مواعيد بالاعمال فقط، يعني استاذ كلام عمران فقط. استاذ عمران. نعم. عندي عمل وياه، عمل جديد. نعم. وايضا عمل مع الاستاذ عزام صالح. نعم. وعمل مع المبدع المتألق اللي راح تكون تجربة أولى وياي له، فارس طعمة التميمي. نعم. نعم. مشاهدينا الكرام، بس في كمان معلومة عم بتقول انه انت بتقول عن فاصل مخرجنا، ناخذ فاصل. فاصل صغير. فاصل. شنو اللي فوتك هنا؟ انت شلون تفوت هنا؟ سلام. شنو هاي؟ فنان. انت شلون تفوت هنا؟ من اللي دخله؟ يطلع برا رجاء. مخرجنا ممكن تنقذنا تجي تحل لنا هاي الازمه؟ شو؟ انا مسرح لحد الان واقف براس الشارع. هذا شو مديركم؟ مو انا مدير عنده مكتب هنا والاستوديو والتسجيل. تعال علاوي، تعال ابو حسين، تعال ابو حسين، تعال. خليه يا شباب. حسين اتركوا. اطلع برا. فاذا احنا اسفين جدا حبيبي، عادي جدا. تحياتي للصديق العزيز علي الخالدي. عندك مشكلة انت وعلي؟ ويا علي الخالدي؟ ايه. عم بيقول انه انت هو جاي معك اليوم. يقول انت فوت المؤسسة، انت جايبه معك اليوم؟ اكو شيء يعني انا ما مفوته هذا جانب، الجانب الاخر والمهم من الاخلاقيات ومن السلوكيات الرائعه جدا بمؤسستكم. طبعا. يعني 3 سيطرات موجوده وحمايه، وبعدين انا قدمت اسمي واتصلوا بالاخ معد البرنامج. نعم. بالاخ مخرج البرنامج. يلا فتت. اما يعني بالنسبه لعلي الخالدي يعني اتمنى له التوفيق واتمنى له التالق اذا كان عنده، اما اذا كان عنده موقف وياي فاهلا وسهلا به. وامام يعني هو مش جاي معك؟ لا اطلاقا. طبعا احنا نعتذر كلش واسفين. خلينا داليا نرجع للبرنامج. اوكي.